اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا. ازيكم يا حبايب قلبي؟ شو بصوت لكم وغرط لكم، بعمل كل حاجه في غسيل، يعني في ايه، شجاع، في نشاطه، في طاقه ايجابيه، في طاقه حيويه، في كل حاجه حلوه. شوفوا بقول لكم اللي عليها في الغساله بتاعتي، الموتور بتاعها محروق، فانا بغسل على الغساله الصغيره، بتقطم ظهري بقى والله يا حبايب قلبي. بقوم قايمه بقى ايه، ارتاح شويه على الكرسي اللي في البلكونه دي، زي ما انتوا شايفين كده. ما اقدرش ان انا اخد النشير مره واحده كده، لا، بقوم اقعد شويه على الكرسي اريح ظهري، واقوم قايمه بقى ايه نشره زي ما انتوا شايفين كده اهو يا حبايب قلبي. يا رب كده يجعل فيديوهاتي خفيفه ولطيفه وعفيفه على قلبكم يا احلى اخوات في الدنيا، جوه مصر وبره مصر. بحبكم في الله، وعاوزاكم تشجعوني باللايك والاشتراك لو القناه بتاعتي بتفيدكم لو بمعلومه بسيطه. ماشي يا حبايب قلبي، خش بقى في المفيد يا حاج. خشنا في المفيد. انا بقول لكم بقى يا حبايب قلبي ايه، ان يومنا ماشي ازاي. ان انا قمت بقى، جوزي واشرف راح الشغل، عمكم وائل الطيب، محمد ابني مسمى عمو وائل الطيب وماما الشرير، مشيوا راحوا الشغل الله يسهل لهم. ومين شبط فيهم النهارده؟ محمد. قال له يا بابا انت بتمشي وماما ما بتخلينيش انزل الشارع وكده. قلت له ده انت شوارع. فالمهم ابوه خد هو واخوه مع الشغل الله يسهل لهم، ويوسف كان راح الدرس وايجي. فزنقته بقى، قلت له تعالى صور لي بدل ما اخد الحامل، والموضوع مش مستاهل يعني، هم شويه غسيل صغيرين مانيش مكتره وكده. ان حبيب قلبي لما بكتر على الغساله الصغيره ديت وباجي اخر اليوم بحس ان انا تعبت فعلا، وانا ايديا اصلا بتوجعني من الكرول والاريال والحاجات دي في الشتاء بالذات. ففعلا هو يا حبايب قلبي كنت خلصت، ونزلنا بقى ايه الشارع عشان نجيب سمك. كانت عربيه السمك ايه، والست مريومه الزقنونه بتجري قدامنا اهي. مريومه ديت صاحب مامتها معايا في العماره، انا في التالت وهم في الرابع، واحنا رايحين انا وهي على عربيه السمك اهيت. زي ما انتوا شايفين كده بقى. السمك ده عربيه عم صلاح، دي سمكه حلوه قوي وبيبقى رخيص عن المحلات وجميل. بيجي 3 مرات في الاسبوع، فبننزل نجيب اللي احنا عاوزينه. فقلت والله لو واخده التليفون ومصوره ايه معاكم كده يا حبايب قلبي. فرحت انا ويوسف وامه ومريم اخته نجيب بقى السمك مع البسارية ومع الدبارة اللي هو اللي زي البور الصغير، ومعاه يا حبايب قلبي ايه البلطي. البلطي كان ب70، جبته منه ب60، والبسارية التلاتة ب100، والبلطي اللي لا الطبارة ب60 برضه. فهو الراجل دوت من السويس، سمكه حلو قوي، بيجيبه بقى عندنا هنا راس السدر، والسمك بتاعه جميل. فام يوسف بتقول له ما فيش الا البرايه ديت بس، قال لها هي اللي فاضله. كان معايا 5 كيلو وحد خده. فالمهم بقى يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده، انت جايبه لنا البوتاجاز ليه يا حاجه، بتبيعيه ولا ايه؟ قلت لها تعالي نولع الفرن ونشوي، انبوبه متركبه. قالت لي لا ايه، تعالي خد الصاجه بتاعتي وجربيها، انا جوزي عاملها لي وحلوه قوي في الشوي. يا بنت البوتاجاز هيبوظ ولا كده؟ قالت لي لا انا جربتها وحلو. فجيت كنت انا بقى غاسله البوتاجاز قبل ما انزل، قلت يا دي النيل حتى شوفوا بهز كده العين، عشان كنت غاسله الكوش مش كانت راضيه تقوم، فولعت الحمد لله. وفعلا والله يا حبايب قلبي حطيت السمك، حطيت الصاجه كده سخنت وشويت. بوريكم مين اهو، بوريكم ان هي لها وش وظهر. وفعلا يا حبايب قلبي كده حطيت الصاجه دي شويتها، لا انا راضيه عنها جدا جدا جدا. فهي قالت لي يا ام يوسف انت منك ايه عارفه في الحاجات دي عني، شوف انت بقى قولي لي هي حلوه في الشويه ولا لا. ففعلا يا حبايب قلبي شويتها حلوه. بس في حاجه حصلت بقى، هي وعدتني قالت لي خلي بالك الايد بتاعتها بتسخن جدا زيها، فاوعي تمسكيها يا ام يوسف عشان ايه ما تحرقش ايديك ولا تلطع ايدك. قلت ماشي، فخدت بالي من الحته دي. شوف بحط شويه رده اشوفها سخنت ولا لا. ما تحطيش السمكه بتاعتك بارده في البوتاجاز او في الحاجه زي دي او في الفرن عشان ما تلزقش. وجبت الدقه بقى يا حبايب قلبي اهيت، اللي هو توم وبصل، توم وفلفل وطماطم وليمون. فالمهم بقى يا حبايبي لما هي قالت لي اوعي تمسكيها عشان ما تلطعش ايدك كده، وعيت لي ايدي بس ما وعدتش للحله بتاعتنا. الحله بقى عما جيت احشها لقيتها اتخرمت من الجنب، قمت حطها في ثانيه تحت الحنفيه الميه، قامت الحته المخرومه جمدت وبقت حلوه قوي وما باظتش والحمد لله يعني. زي ما انتوا شايفين كده بقى اهو، بشوي بقى على السمك، والسمك بتاعنا كان احمر وكان تحفه وكان حلو قوي. فزي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، قلت برضو ايه الحياه تجارب، والواحد ما مفاجئ انت الوقت صح. فابني بيبص وانا بتكلم بيقول لي انت جبت البتاع دي منين؟ فهو زي ما انتوا شايفين كده بقى يا حبايب قلبي، انا هعمل واحده زيها والله العظيم، عشان لو عندي سمك حاجه بسيطه مش مستاهل الفرن اعمل عليها.
وهي فكره حلوه قوي والله. والسمك طلع معايا، انت هتشوفوه احمر وجميل وشارب من ميه النيل يا سمك. ايه رايكم؟ الناس بتقول يا بصل وانا اقول يا سمك. فهو يا حبايب قلبي، بس عاوزه بس انتوا تشدوا حيلكم معايا بس شويه في المشاهدات واللايكات علشان القناه بتاعتنا تكبر. والله العظيم لما بخش على الفيديو والاقيه مش جايب مشاهدات انا بتعقد. شوفوا قلت له ان انا خايفه من الطباره دي، قام حط لي بقى واحده، فقال لي ايه علشان تجربيها وانا جاي بكره لو انت عاوز. كنت ولعت بقى على الرز بتاعنا، عمل رز ابيض. شوفوا بقى يا حبايب قلب السمك، والله العظيم بقلبه بالشوكه كده زي تحفه وناشف وجميل، والدقه بتاعته كانت حلوه وزي العسل اهو يا حبايب قلبي. وشوينا اللي فيها عينين وراس تعمل عمايل الناس زي ما المثل بيقول، وش ويعملي كل حاجه. قمت مفتحه بقى الشبابيك والبلكونه والريحه راحت، وقمت مولعه واحده بخور وعلى كده. وفي نفس الوقت خلي بالكم عملت السلطه وخلصت كله، وجيت عشان اكل لقيت اشرف بقول يا ماما بابا بقول لك نزلي الانبوبه عشان اغيرها لك بالمره عشان لو هتخبزي بكره. فراحوا يغيروا بقى الانبوبه، لسه ما جوش يعني لسه ما اتغداناش في الوقت ده. وقت شويه يا يوسف. ويوسف اجى من الدرس بقى يا حبايب قلبي ونحط ونتغدى، وربنا يسعد ايامكم ويكبر خواطركم يا حبايب قلبي. يلا تحط لي لايك والاشتراك عشان قناه اختكم تكبر بقى كده وتبقى حلو. شوفوا اللي هي الطباره ديت اهيت، مش عارفه بقولوا عليها طباره او دباره، مش حاجه زي كده يعني. دباره، بيقول دبار. ففعلا يا حبايب قلبي انتوا عارفين انا شويتها وقمت واكلاها سخنه كده وانا واقفه في المطبخ. والله كانت مبطرخه وكانت جميله. لو باذن الله لو نفت بكره زي ما قال لي هجيب منها برضه اللي هي الطباره دي، عشان انا لقيتها مبطرخه وزعلت ان انا اكلتها والعيال ما كلوش معايا منها. بس صدقوني ما قدرتش اقاوم الريحه بتاعت السمك، ريحته حلوه قوي والله، تحس ان انت كنت بتعملي جمبري مش بتعملي سمك. قلت لك ما انت واقفه بقى كده ايه تقلبي اليمه دي واليمه دي. شوفوا حطيته بقى في الدقه يشرب منها بقى بيطشطش كده. انا بحب الدقه التملحه بتاعتي ما تكونش مفرومه قوي عشان اطلع الليمون والثوم والفلفل على وش السمكه كده تشرب منه وبتبقى حلو. كنت مصوره لكم حته وانا نازله على السلم نازلين نجيب السمك، بس مش عارفه مش وانا بمنتج الفيديو مش لاقيه. فالمهم بقى يا حبايب قلب اهو بوريكم زي ما انتم شايفين. بس السمك يعني مش غالي برضو يعني كويس، ب60 حلو برضو. كان اشرف ابني جايبه ليا من عند محلات الكنيسه من يومين كده، كان بجايبه ليا ب80 والله. فهي العربيه من زي ما انا بقول لكم في الاول اللي بتلف دي بتبقى رخيصه عن المحلات وشويت السمك وكان الرز متولع كده وطلع عليه برضو، وما خلصته قدحته وقمت مقفله الشبابيك بتاعتنا تاني بل اللي كنت فتحتها عشان الريح، وولعت البخور ولميت الغسيل وطبقته وكده زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي. وش كل يوم ودوشه وحاجات كتير كده. ودي حال الست المصريه يا اخواتي. اكتبوا لي بقى في التعليقات اللي بيتابعوني من بره، انتوا عندكم زينا كده؟ انتوا زمانكم ناس تانية بتجيبوا خدامين يشووا السمك ويخبزوا العيش ويطبخوا الرز كنا احنا غلبانين بنعمل كل حاجه بايدنا. بس والله ما عاد يمر علينا يعني ما نعرفش ناكل من ايد حد الا من ايدنا احنا، حتى عيالنا خدوا على كده يعني. زي ما انتوا شايفين كده اهوت السمكه بقى اللي بحشها بحط غيرها. وشويت ال2 كيلو سمك في ثانيه، وكان والله العظيم طعمه جميل. انا ما دقتش الا طبره واحده، فحبيت ان انا اغرف لكم بس حاجه بسيطه كده واوريكم عشان اقفل الفيديو وامنتجه واتكلم عليه واصور. شفتوا بقى يا حبايب قلبي؟ شفتوا الجمال والطعامه والحلاوه بتاعت اختكم؟ استاهل اللايك بقى ولا ما استاهلش يا ولاد؟ حطوا اللايك واسمع المايك ومش عارفه بقول اوكي، دي اغنيه البت مريم. ماشي يا حبايب قلبي؟ يا رب بس كده لو بتستفادوا مني بحاجه بسيطه او بتحبوا قناتي لو بحاجه بسيطه تحطوا لي اللايك والاشتراك يا احلى اخوات في الدنيا. باي باي مع السلامه.